بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك حفظ النبيين وفهم المرسلين والملائكة المقربين. اللهم إنا استودعناك ما حفظنا وما استذكرنا فرده إلينا يا الله عند الحاجة إليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. هنكمل حله إن شاء الله مع أسئلة الباب الرابع. معانا السؤال الأول بيقول رسم قبل يمثل المنحنى الجاي بالفرق الجهد الكلي والتيار ودايرة التيار مثلا. يبقى ده عبارة عن فرق الجهد الكلي والتيار الكلي. نلاحظ فيه إن التيار الكلي بيتقدم عن فرق الجهد الكلي بزاوية مقدارها 90 درجة. طيب إمتى فرق الجهد يتقدم على التيار بزاوية 90 درجة؟ إمتى التيار يتقدم عن فرق الجهد بزاوية 90 درجة؟ ده لما يكون الدايرة دي فيها عنصر زي عنصر المكثف، يعني دي هتكون في الربع يعني زاوية سالب، لازم يكون فيها مكثف. طيب هنحاول إن إحنا نختبر الدوائر دي. أول دايرة هنلاحظ إن فيها مقاومة وفيها ملف. إحنا عارفين إن المقاومة، تيار المقاومة بيكون في نفس الطور مع الجهد، يبقى التيار والجهد في المقاومة الاتنين ماشيين في طور واحد. أما بالنسبة للملف هنلاحظ إن الملف الجهد بتاعه بيتقدم على التيار بزاوية 90 درجة. يبقى هنلاحظ هنا إن الجهد بتاع الملف عامل مع الجهد بتاع المقاومة زاوية 90، ولكن إحنا عايزين الجهد الكلي، عايزين الجهد الكلي. وبالتالي المحصلة بتاعة الجهد الكلي بين جهد الملف وجهد المقاومة هتكون عاملة زاوية كده اهو. وبالتالي يبقى التيار الكلي هيكون عامل مع الجهد الكلي مش زاوية 90، ده هيكون هنا عامل زاوية ثيتا موجب. طيب يبقى دي ما تنفعش. الحالة الثانية هنلاحظ برضو إن فيها مقاومة وفيها مكثف. طب إحنا عارفين إن جهد المقاومة برضو والتيار اللي ماشي في المقاومة، الجهد اللي في المقاومة تيار المقاومة الاتنين بيكونوا في نفس الطور، ولكن في حالة استخدام المكثف هنلاحظ إن التيار يتقدم على الجهد بتاع المكثف بزاوية 90 والزاوية دي هتكون سالبة. يبقى هنلاحظ إن هنا جهد المكثف لأسفل، أما جهد المقاومة فهو ماشي مع التيار. وبالتالي لو أنا عايز أجيب المحصلة بتاعت الجهد ما بين جهد المكثف وجهد المقاومة هلاقي إن هي هتكون عاملة زاوية سيتا سالبة في الربع ده. يبقى الحالة دي تشبه الحالة اللي قبلها، ولكن هنلاحظ إن هنا الزاوية اللي معمولة بسالب سيتا ومش هتكون 90 درجة. الحالة الثالثة اللي هي فيها ملف ومكثف هنلاحظ إن التيار في حالة الملف بيتأخر عن جهد الملف بزاوية 90 درجة. يبقى جهد الملف هنا هيكون متقدم على تيار الملف ب 90 درجة. طيب وجهد المكثف هيكون متأخر عن تيار المكثف بزاوية 90 درجة لأسفل. وبالتالي ممكن هنا المحصلة ما بين جهد المكثف في سي اللي هو لأسفل وفي ال اللي هو الأعلى، والمحصلة هنا هتكون لأسفل، يعني هنا المحصلة هيبقى طرحهم لأسفل. يبقى هنا هو دي هتكون بالنسبة لي في ال ناقص في سي لأسفل، لأن جهد المكثف كده ممكن يكون أكبر. طب كده هو ممكن يكون الزاوية اللي ما بين التيار المحصل وما بين الجهد المحصل هتكون عاملة 90 درجة في الربع السالب. يبقى دي ممكن تكون بالنسبة لي إجابة سليمة. آخر اختيار هنجربه مع بعض. برضه هنلاحظ إن تيار المقاومة أو تيار الملف أو تيار المكثف الثلاثة بيكونوا في طور واحد، وبالتالي التيار المحصل هيكون في اتجاه واحد. طيب بالنسبة لتيار المقاومة مع جهد المقاومة نلاحظ إن جهد المقاومة متفق في الطور مع تيار المقاومة. طب بالنسبة لجهد الملف، وجهد الملف ممكن يكون
لازم يكون متقدم على التيار. طيب جهد المكثف، جهد المكثف والله لازم يكون متأخر عن التيار. وبالتالي لو احنا حسبنا ان الفي ال مثلا اكبر من الفي سي، فهنلاحظ ان الجهد المحصل ان هو هيكون في الربع الموجب. طب افرض ان الفي سي هو اللي اكبر، يبقى هلاقي ان الفي المحصل هنا هو في الربع السالب. بالتالي الحاله دي برضه مش هتديني زاويه 90 درجه. الحاله دي هتديني يا اما زاويه ثيتا موجبه، ده لو كان جهد الملف متقدم على جهد المكثف، او تديني سالب سيتا لو كان جهد المكثف هو اللي متقدم على جهد الملف. وبالتالي الاختيار الصحيح بالنسبه لي في الحاله ديت هو هيكون الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعد كده بيقول الشكل المقابل يمثل مخططا اتجاهيا برضه للجهد الكلي والتيار في دائرة تيار متردد. نلاحظ برضه هنا إن التيار متقدم على فرق الجهد بزاوية 25 درجة، دي في الربع الرابع يعني زاوية سالب. يبقى الحكاية دي فيها مكثف. طيب فيها مكثف ومقاومة فقط، ولا ممكن يكون مكثف ومقاومة وملف؟ لو احنا فهمنا الفكرة اللي فاتت يبقى هنلاقي إن هي ممكن تنفع إن يكون فيها ملف مكثف ومقاومة. يعني الإجابة الصحيحة بالنسبة لي هنا هو هتكون الاختيار رقم د. يبقى الدايرة ديت ينفع يكون دايرة فيها ملف، ينفع يكون فيها مقاومة ومكثف. إن في حالة المقاومة والمكثف الجهد المحصل هيكون في الربع السالب، أو جهد الملف ومكثف. لان هنا برضه هيكون الجهد المحصل لو الفي سي او الار او الاكس سي اكبر من الفي ال او اكبر من الاكس ال، يبقى هنا هتبقى الجهد المحصل بالنسبه لي في الربع السالب. السؤال اللي بعد كده بيقول في الدائره الموضحه بالشكل المقابل اذا كانت زاويه الطور بين الجهد الكلي والتيار الكلي بتساوي 53 و13 من 100، فإن قراءة الأمثلة. أنا لاحظ إن أنا معايا إكس إل ومعايا آر ومعايا الفي كله. أهم حاجة وأنا ببص للدايرة دي إن يكون الفي ده، الجهد ده ما يكونش قيمة عظمى، لازم يكون الجهد دوت افكتيف. واضح جدا إن هو كاتب عليها في مش كاتب عليها ماكس، يبقى هي دي تعتبر في افكتيف. طب أنا هنا ناقصني إيه؟ ناقصني هنا الإكس سي. تعالوا نشوف هنحلها إزاي مع بعض. طيب إحنا عندنا زاوية الطور تان سيتا بتساوي اكس ال ناقص اكس سي. تان سيتا بتساوي اكس ال ناقص اكس سي على ار. يبقى تان 53 13 من 100 هتساوي 16 ناقص اكس سي على 3. عوضنا بالاكس ال ب 16 والار ب 3. من هنا حسبنا الاكس سي، طلعت معانا الاكس سي بتساوي 12 اوم. بعد كده اهوت هنقول ان زد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع، يعني 3 تربيع زائد 16 ناقص 12 الكل تربيع. برضه هنلاقي هنا ان احنا قدرنا ان احنا نحسب الزد او المعوقه بتاعت الدايره ب 5 اوم. طيب انا عايز التيار. التيار بيساوي في على زد، يعني 10 اللي هي الفي الكلي افكتيف، في افكتيف طبعا على زد اللي هي 2، يبقى هتساوي 2 امبير. نرجع كده للاختيارات عشان نشوف الاختيار السليم. هنا هلاقي ان الاختيار السليم بالنسبه لي 2 امبير. اهم حاجه وانا في المسائل دي اركز على حته مهمه جدا، ان الفي اللي مكتوبه على الرسمه لازم تكون افكتيف. وهنا هو طالما ما كتبش عليها يبقى هي على طول بالنسبه لي افكتيف. السؤال نمره 31 بيقول في دائره التيار المتردد الموضحه بالشكل عند ازاله المكثف تقدم التيار على الجهد بزاويه 90 درجة. يبقى أنا عندي تان 60 هتساوي إكس سي
على ار او سالب اكس سي على ار. ماشي، يعني معناها ان اكس سي بتساوي تان 60 مضروبة في المقاومة اللي هي ار. طيب، وبعدين قال لي عند إزالة آسف، هو هنا قال عند إزالة المكثف، يبقى هنا هو اكس ال اتفضلت، بس يبقى اكس ال على ار هتساوي تان، يبقى دي اكس ال، يبقى كأن اكس ال بتساوي تان 60 في ايه؟ في ار. طيب بعد كده هو قال لي ايه؟ وعند ازاله الملف تاخر التيار عن الجهد، يبقى هنقول برضو ان تان 60 بتساوي اكس سي على الار. هنكتشف من هنا ان برضو الاكس سي طلعت بتساوي ايه؟ الاكس سي طلعت بتساوي تان 60 في ار. طيب، هو هنا كده لو انا ركزت شويه مع المساله هلاحظ ان الاكس ال والاكس سي الاثنين ليهم نفس القيمه، يعني الاكس ال بتساوي 260 في ار والاكس سي بتساوي 260 في ار. طب لما الاكس ال بتساوي اكس سي يبقى دي حاله ايه؟ الاكس ال بتساوي اكس سي يبقى دي حاله رنين. حاله الرنين يبقى معناها ان التيار اللي معايا اعلى تيار والمعوقه اقل مقاومه او اقل معوقه، والزاويه الطول بتساوي صفر، والجهد بتاعنا متفقين في الطول، وفرق الجهد اللي على المصدر هو فرق الجهد اللي على المقاومه. يبقى انا هنا اقدر اقول ان انا ممكن احسب التيار الكلي اللي هو عايزه هنا اللي هو قراءه الاميتر، من ان انا اقسم الفي الكلي اللي هو 200 بالنسبه لي على زد، اللي بالنسبه لي هنا هتبقى كانها قد ار، لان في حاله الرنين انا عارف ان الزد او المعوقه بتساوي الار. يبقى كل اللي انا هعمله ان انا هقسم ال 200 على ال 100، يبقى 200 على 100 هتساوي كام امبير؟ هتساوي بالنسبه لي 2 امبير. يبقى الاجابه السليمه بالنسبه لي هي رقم ب. السؤال اللي بعد كده بيقول في شكل مقابل دائره تيار متردد ار ال سي، فاذا كانت شده التيار المره في الدائره 1.4، هو عايز قيمه المقاومه ار. طيب انا ممكن من على الرسمه اقول ايه؟ اقول دلوقتي انا عندي فرق الجهد الكلي وعندي فرق الجهد اللي بين المكثف والمقاومه، يبقى انا ممكن احسب فرق الجهد اللي على المقاومه، بس هنا جمع اتجاهي مش جمع جبري. يبقى انا هقول الفي اللي على ار هي عباره عن الجذر التربيعي الجهد الكلي المحصل اللي هي 25 الكل تربيع ناقص فرق الجهد المحصل ما بين الملف والمكثف اللي هي 15 تربيع. يبقى فرق الجهد اللي على المقاومه هنا هيطلع ب 20 فولت. طيب بعد كده هروح احسب الار. الار احسبها ازاي؟ الار احسبها ان هي الفي اللي على المقاومه مقسومه على التيار الكلي، وهنا طبعا دايره التيار متردد، يبقى التيار اللي ماشي في ملف المقاومه والمكثف هو نفس التيار. يبقى انا هقسم فرق الجهد اللي انا طلعته وحسبته ب 20 على 1.4، واشوف هيطلع بكام. 20 على 1.4 هيطلع 16 اوم. يبقى انا كده قدرت احسب اول مطلوب 16 اوم. المطلوب الثاني هو عايز يحسب زاويه الطول بين الجهد والتيار. انا عارف ان تان سيتا بتساوي اكس ال ناقص اكس سي على المقاومه. يبقى انا هقسم اكس ال، بس انا معيش اكس ال. طب ما انا ممكن اعمل حاجه تاني مكان الاكس ال، احط في ال هي برضو إن زاوية الطول ممكن تكون بتساوي في ال ناقص في سي على الار. يبقى لو انا معايا الاكس ال او الاكس سي هقول اكس ال ناقص اكس سي على ار، لو معيش الاكس ال معايا في بقول في ال ناقص في سي على ار. طب انا عندي في ال ناقص في سي كله بكام؟ في ال ناقص في سي كله ب 15، والفي ار انا لسه جايبها بكام؟ ب 20، وادوس شيفت تاني للانسر هتطلع الاجابه بالنسبه لي 36 و87 من 100، يعني الاختيار رقم 1000.
السؤال بعد كده بيقول الشكل المقابل يمثل دائرة ار ال سي متصلة على التوالي مع مصدر تيار متردد مستخدما البيانات الموضحة. احسب المعوقة. لازم اخلي بالي من حاجة مهمة جدا اول ما ابص للمسألة، هي ان الملف هنا مكتوب عليه حاجتين، هما ايه؟ هما اكس ال وار. يبقى الملف دوت له مقاومة وكمان له معوقة. يبقى الملف نفسه هو لوحده له مقاومة ار ال، تبقى له هو كمان معوقة. في كمان معوقة كلية للدايرة. ليه؟ لأن في ار خارجية وفي اكس سي. هو هنا عايز ايه؟ مش عايز معوقة الملف. لو كان عايز معوقة الملف يبقى كنت هقول له جذر ار للملف تربيع زائد اكس ال تربيع، لكن هو عايز معوقة الدايرة. طب في الحالة دي لما اجي احسب معوقة الدايرة اللي هي الزد، يبقى انا هقول زد بتساوي جذر واجمع كل الارات اللي عندي اللي هي عباره عن ار الخارجيه اللي هي ب 44 مع ار للكويل اللي هي 36 الكل تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع. طيب يبقى انا هنا هقول ان هي بتساوي جذر 36 هجمعها على 44 واربعهم يعني 80 الكل تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي. اكس ال ب 90 واكس سي ب 30 لما اطرحهم يبقى 60 الكل تربيع. يبقى الجذر تربيع 80 تربيع زائد 60 تربيع هتديني 100 طبعا لفيثاغورس. يبقى الاجابه الاولانيه هتطلع رقم ب. طيب المطلوب الثاني هو عايز شده التيار اللي ماشي في الدايره. طيب يبقى تيار الدايره هيساوي الفي الكلي، بس لازم تكون في افكتيف على زد او المعوقه بتاعت الدايره. طيب انا الفي اللي موجوده معايا هنا مش مكتوب عليها ولا افكتيف ولا ماكس، يبقى هي افكتيف. يبقى ديت 200 على 100. يبقى 200 على 100 يطلع معايا التيار الكلي 2 امبير. يبقى الاختيار رقم د. المطلوب اللي بعد كده هو عايز فرق الجهد بين طرفي ملف الحث. طيب هنا بقى في حته مهمه جدا ان انا عايز فرق الجهد اللي على الملف. الملف زي ما احنا شايفين كده عليه اكس ال وعليه ار. يبقى بالتالي لما انا هاجي اجيب فرق الجهد اللي على الملف فانا مش هقول اي في اكس ال، امال هقول ايه؟ هقول اي مضروبه في زد للملف بس. يبقى اي مضروبه في زد لمين؟ للملف. طب وانا هحسب ازاي زد بتاعت الملف ده؟ هي التيار انا جبته باتنين، زد للملف هيبقى الجذر التربيعي لار تربيع للملف اللي هو 36 الكل تربيع زائد اكس ال تربيع للملف يبقى زائد 90 الكل تربيع. واحسبها على الآلة هيطلع معايا تقريبا 193 و86 من 100، يعني بالتقريب تبقى 193 و9 من 10. طيب المطلوب اللي بعد كده هو عايز زاوية الطور. طيب زاوية الطور بتساوي ايه؟ زاوية الطور بتساوي اكس ال ناقص اكس سي على ار. يبقى انا عايز تان سيتا، يبقى انا هقول له تان سيتا هتساوي اكس ال ناقص اكس سي على الار. يبقى هتساوي 90 ناقص 30. خلي بالنا بقى من الار. هجمع كل الارات اللي معايا في الدايره، يعني هجمع ار خارجيه اللي هي 36 اللي هي 44 مع ار ملف. ار ملف ب 36 وار الخارجيه ب 44. يبقى ده هيديني 60 على 80. شيفت تاني 60 على 80 او شيفت تاني 6 على 8 تطلع 86 و 36 و 86 من 100، يعني بالتقريب 36 و 87 من 100. آخر مطلوب هو القدرة المفقودة. في دوائر التيار المتردد زي ما اتفقنا القدرة توجد فقط في المقاومة ولا توجد في الملف ولا في المكثف، لأن المكثف أو الملف الاثنين بيخزنوا الطاقة. الملف بيخزنه على هيئة مجال مغناطيسي، والمكثف بيخزنه على هيئة مجال كهربي. أنا عايز القدرة المستهلكة، يبقى الباور هتساوي اي تربيع في ار الكلية
انا جبتها ب2 يبقى 2 تربيع هتبقى ب4. ار الكليه اللي هي هجمع 36 من 44 يعني 8 يعني 80 يعني 4 في 80 تطلع معايا الإجابة 320 واط. السؤال اللي بعده بيقول دائرة رنين تستقبل إشارة لاسلكية ترددها اف ثم تم تغيير التردد نفس الدائرة لاستقبال إشارة لاسلكية أخرى. يعني أنا كان معايا دائرة رنين بتستقبل إشارة معينة وبعدين غيرتها لأن هي تستقبل إشارة تانية. هي لا زالت في حالة رنين، التردد زاد ل 2 اف بس هي لا زالت في حالة رنين، وبالتالي المعوقة لا زالت أقل ما يمكن. فهي نفس القيمة بتاعت المعوقة اللي فاتت، بالتالي هو بيقارن، عايز يقارن المعوقة في الحالة الأولى للمعوقة في الحالة الثانية، هي نفس المعوقة في الحالة الأولى للمعوقة في الحالة الثانية. برضه نسبة التيار للتيار هي نفس كل حاجة. كل اللي اتغير عندي ان انا كنت بستقبل تردد معين بقيت بستقبل تردد جديد، يبقى نسبة المعوقة للمعوقة هي 1:1. السؤال اللي بعد كده بيقول الشكل المقابل يمثل علاقة بينية لتغير ار واكس ال واكس سي والتردد في دائرة تيار متردد ار ال سي، فإن الدائرة هتكون ليها خواص حسية فين؟ دلوقتي احنا لو بصينا هنلاقي ان هنا اهوت في الجنب اللي ناحية اليمين الاكس ال اكبر من الاكس سي. الاكس ال كقيمة لو انا خدت مثلا خط كده عند نقطة سي وطلعت بيه من عند نقطة سي كده اهوت، هلاقي هنا ان الاكس ال اكبر من الاكس سي، وبالتالي طالما الاكس ال اكبر من الاكس سي يبقى الخصائص في الجنب ده هتكون كلها خصائص حثيه. يبقى الجنب ده هيمثل بالنسبه لي الخصائص الحثيه. يبقى عند نقطه سي الخصائص حسيه. طيب لو احنا جينا خدنا خط عند نقطه ايه هنلاقي ان الخصائص هنا الاكس سي اكبر من الاكس ال. الاكس سي اكبر من الاكس ال يبقى الخصائص هنا هتكون خصائص سعويه. طيب ولو جينا عند نقطه بي هنلاقي ان الاكس ال تقريبا قد الاكس سي، وبالتالي الخصائص هنا هتكون خصائص أومية أو تمثل حالة الرنين. يبقى أنا عند نقطة بي أنا بمثل حالة الرنين، أما عند نقطة سي فأنا بمثل الخصائص الحثية، وعند نقطة A بمثل الخصائص السنوية. هو هنا عايز الخصائص تكون خصائص حسية فقط، يبقى بالتالي هتكون عند نقطة سي، يبقى الاختيار رقم ج. السؤال اللي بعد كده هو بيقول إن الشكل المقابل يمثل رسم تخطيطي لدائرة لاسلكي معامل الحس الذاتي لها ال وسعة المكثف اسمها سي، وكانت بتستقبل موجة ترددها اف. فإذا أردنا استقبال موجة إذاعية ترددها 2.5 اف فإنه يلزم تغيير السعة. يبقى أنا هنا عايز أجيب علاقة ما بين تردد الرنين والسعة. طب هو تردد الرنين بيساوي إيه؟ تردد الرنين بيساوي 1/2 باي جذر ال سي. تمام. وبالتالي انا ما غيرتش حاجه غير السعه بتاعت المكثف والتردد. يبقى لو انا عايز اجيب علاقه ما بين التردد هلاقي ان العلاقه ما بين التردد وجذر السي علاقه عكسيه. يعني لو انا جيت قلت اف 1 على اف 2 هتساوي جذر سي 2 على جذر سي 1. طيب اف 1 بالنسبه لي هو كانت بكام؟ كانت باف. طب واف 2 بقت بكام؟ واف 2 بقت ب2.5 اف، بس الكلام دوت مع جذر سي. طيب يبقى انا هنا اهوت اول حاجه هطير الاف مع الاف، يبقى هنشيل الاف من فوق مع الاف من تحت، هيتفضل معايا فوق 1 على 2.5. ده بيساوي جذر سي 2 على جذر سي 1. يبقى 1 على 2.5 هنربع الطرفين هيبقى معايا بتربيع الطرفين هيبقى معايا 4 على 25. طبعا هربع 1 على 2.5 هتدي 1 على هتدي 4 على 25، وهنا هنشيل الجذر هيبقى سي 2. سي 1 كان اسمها ايه؟ كان اسمها سي. احنا عايزين سي 2.
طيب عشان نجيب سي 2 يبقى احنا هنضرب سي في 4 على 25، يبقى هيطلع معايا سي 2 هتساوي 4 سي على 25. طب هنلاحظ هنا ان انا ما عنديش حاجه فيها 4 على 25، يبقى انا هبدا اجرب كل الاختيارات لحد ما اوصل للاختيار السليم. بتجربه الاختيارات هلاقي ان الاجابه الصحيحه هي سي على 625. السؤال 37، الشكل المقابل يمثل انحراف زاوية مؤشر أميتر الحراري عن موضع الصفر عند مرور التيار في الدائرة قدرها 1 أمبير تيار. كانت زاوية الانحراف زي ما هي على الرسمة معايا كده بالنسبة لي 4 درجة، يعني أنا لما مررت تيار 1 أمبير انحرف المؤشر هنا بزاوية 4 درجات. طيب لما همرر تيار قدره 3 أمبير، دلوقتي انا عارف ان في الاميتر الحراري الثيتا مش بتتناسب مع الاي، امال الثيتا بتتناسب مع مربع شده التيار، وبالتالي انا هنا لو قلت ثيتا 1 على ثيتا 2، ثيتا 1 على ثيتا 2 يبقى كانها هتساوي اي 1 تربيع على اي 2 تربيع. طيب انا في الحاله الاولانيه كانت الزاويه كام؟ هشيل ثيتا 1 دي واحط مكانها 4. ده لما كان التيار كام أمبير؟ يعني لما كان التيار 1 أمبير، يبقى أنا هربع الواحد هيبقى معايا هنا اهوت 1. طب لو التيار ده اتغير بقى 3، يبقى التيار هنا لما بقى 3 هشيل أي 2 تربيع وأحط مكانها 3 تربيع يعني 9، وبالتالي سيتا 2 هتساوي 9 في 4 يعني هتساوي 36. ودي تعتبر فكرة جديدة بالنسبة لنا لأول مرة مثلا نتطرق إليها، إن إحنا نجيب زاوية الانحراف بالعلاقة. أما لو كان ده جلفانو يبقى كنا هنقول إن ثيتا 1 على ثيتا 2 بتساوي أي 1 على أي 2، لأن هنا في الجلفانو ثيتا تتناسب مع أي، وطبعا إحنا عارفين تتناسب مع أي بسبب تقاعر الكتلة. إنما هنا ليه ثيتا بتتناسب مع مربع التيار؟ لأن هنا ثيتا بتتناسب مع الباور في الأميتر الحراري. السؤال رقم 38، الدائرة المقابلة يمثل دائرة ار ال سي كما في الشكل 1 والشكل 2 مثل علاقة بالتغير التيار الفعال بالدائرة وتغير معامل الحس. طبعا الرسمة اللي معايا دي بتمثل تردد الرنين، فبالنسبة لي القيمة واي اللي هو طالبها دي اللي هي أعلى قيمة للتيار. طيب أعلى قيمة للتيار بالنسبة لي في حالة الرنين هي هتبقى عبارة عن جهد المصدر مقسوم على المعوقة، والمعوقة بالنسبة لي في الحالة دي هي هتبقى الار. يبقى أنا هقسم 20 اللي هو هنا في الرسمة اللي هو فرق الجهد الكلي على 20. أهم حاجة أتأكد إن الفي دي افكتيف، يبقى في افكتيف ب 20 على المقاومة ب 20، يبقى الاختيار هيطلع 1 أمبير. لو بصيت في الاختيارات اللي معايا مش هلاقي غير إن دي فيها 1 أمبير بس، وبالتالي دي مش هتنفع ولا دي ولا دي. يبقى كده هو خلاص هي الإجابة دي، بس أنا عايز أتأكد إن إجابتي مظبوطة وعايز أجيب تردد الرنين اللي هو 46. طب تردد الرنين بيساوي إيه؟ تردد الرنين بيساوي اف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال سي. طيب ال بكام؟ لو بصينا على الرسمة اللي معايا هلاقي إن معايا ال اهي ب 12 من 100 هنري، يعني ما فيهاش تحويلة، 12 من 1000 هنري. يبقى أنا هحط هنا 12 من 1000 هنري. طبعا هتتضرب في سي اللي هي سعة المكثف. سعة المكثف على الرسمة ب 997 مايكرو فراد، يبقى أنا هضرب هنا في 997 في 10 أس سالب 6، كل الكلام ده تحت الجذر، يبقى 1 على 2 باي جذر 12 من 1000 في 997 في 10 أس سالب 6، هحسبها هيطلع معايا 46 هرتز. طب السؤال 71 بيقول في دائرة الرنين إذا زاد التردد للضعف فإن أي التغيرات التالية يؤدي إلى الاحتفاظ بحالة الرنين. دلوقتي أنا عارف إن اف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال سي، يبقى العلاقة اللي بين الاف والجذر ال سي علاقة عكسية. يبقى أنا لو أنا قلت اف 1 على اف 2 يبقى دي هتساوي
جذر ال2 مضروبة في C2 على جذر ال1 في C1. طيب أنا قلت F1 على F2، أنا دلوقتي هفترض إن F1 اسمه F وF2 هفترض إن هو زاد إلى الضعف، يعني بقى 2F. يبقى لو أنا قسمت F على 2F يبقى ده هيطلع النسبة 1/2. يبقى أنا عايز أحتفظ بحالة الرنين، يعني أنا عايز أفضل بالنسبة دي كنسبة 1/2. هو مديني بقى اختيارات عشان أحقق الكلام ده هو. فهو أول اختيار بيقول لي إن أنا هزود السعة للضعف وأنقص معامل الحس إلى الطن. طيب لو أنا افترضت إن ال الأولانية اسمها ال والسي الأولانية اسمها السي، فأنا عايز أغير ال2 وسي2 بالاختيارات اللي هو مديني. أول اختيار زي ما قال لي كده هو هيزود السعة إلى الضعف، يبقى أنا هضرب هنا في 2، وهيقلل معامل الحس إلى الطن. الكلام ده تحت الجذر، يبقى 2 في طن تحت الجذر يعني جذر ربع. جذر ربع يبقى النسبة دي 1/2، وأنا عايزها هي 1/2، يبقى النسبة دي تحقق بالنسبة لي المطلوب. الاختيار التاني بيقول هيزود السعة للضعف وينقص معامل الحس إلى النص، يبقى النسبة دي لما هضرب 2 في نص هيطلع 1/1 تحت الجذر، تبقى النسبة دي 1/1. أنا عايز النسبة تكون لكام؟ أنا عايز النسبة دي تكون 1/2، يبقى الكلام ده مش مظبوط. اختيار ج بيقول يزود سعة المكثف للضعف ويزود معامل الحس إلى الضعف، يبقى هيزود السعة للضعف ويزود معامل الحس كمان للضعف، يبقى 2 في 2 ب4 تحت الجذر، يبقى جذر 4 تبقى النسبة دي 2/1. دي مقلوب النسبة اللي أنا عايزها، يبقى ما تنفعش. الاختيار الأخير ينقص السعة إلى النص، الكلام ده كله تحت الجذر برضو زي ما قلنا، وينقص معامل الحس كمان إلى الربع، يبقى جذر نص في ربع، يبقى دي هتساوي جذر 1/8. يبقى النسبة دي مش مظبوطة، وده ما يحققليش الاختيار. يبقى الاختيار الصحيح بالنسبة لي هيكون اختيار رقم أ. السؤال اللي بعد كده، وصل البطارية قوتها الدافعة 12 فولت على التوالي مع ملف حس، فكانت شدة التيار المرة في الدائرة 2 أمبير. لما يكون معايا ملف حث وأوصله مع مصدر تيار مستمر يبقى مفيش اكس ال، ولكن في تيار مر في الدايرة، إذا يبقى هنا هوت في مقاومة موجودة في الدايرة. طب المقاومة جاية منين وأنا ما عنديش إلا ملف؟ يبقى أكيد المقاومة دي هي مقاومة الملف. يبقى مقاومة الملف هتساوي في التيار المستمر مقسومة على الاي. الفي في الحالة ديت ب 12، هقسمها على 2، يبقى 12 على 2 تدينا 6 اوم. يبقى المقاومة بتاعة الملف في الحالة دي 6 اوم. بعد كده هو بيقول لي استبدلت البطارية بمصدر تيار متردد، فكانت قيمة الفعال للجهد بتاعته نفس ال 12 فولت، بس كانت قيمة التيار الفعال في الحالة دي 1.2 أمبير. لما بدل التيار المستمر بمصدر تيار متردد هيبقى هنا في مفعلة حسية، وبالتالي هيبقى في معوقة للدائرة. طب معوقة الدائرة بتساوي ايه في اللحظة دي؟ معوقة الدائرة هتساوي في على التيار الجديد، وهنلاحظ ان التيار هنا بقى كام؟ بقى 1.2 بعد ما كان 2 أمبير، يبقى التيار قل نتيجة ان المعوقة زادت. فأنا هقسم 12 على 1.2 تطلع المعوقة في الحالة دي ب10 اوم. طب الراجل عايز المفاعلة الحسية. طب أنا عرفت زد، يبقى أنا أقدر أجيب اكس ال، إن أنا هقول اكس ال بتساوي الجذر التربيعي لزد تربيع ناقص ار تربيع، يعني الجذر التربيعي ل100 دي اللي هي الزد ناقص ار تربيع بتاعة الملف، يبقى ناقص ار ملف احنا جبناها ب6، يبقى ناقص 36، يبقى هيطلع ب8 اوم. يبقى الاختيار رقم ج بالنسبة لي بيمثل المفاعلة الحسية. بعد كده قال لي وعند توصيل مكثف على التوالي مع الملف في الدائرة التانية عادت شدة التيار للحالة الأولى. الحالة الأولى اللي هي ما كانش فيها غير مقاومة فقط، يبقى معنى كده إن المكثف اللي أنا وصلته المفاعلة السعوية بتاعته قد المفاعلة الحسية، وبالتالي لغت المفاعلة السعوية لغت المفاعلة الحسية، وبالتالي الدائرة رجعت
لوضعها الأول. إذا هي ليس لها خصائص سعوية ولا حسية ولا أي حاجة، هي ليها خصائص أمية، وفي الحالة دي تبقى هي في حالة رنين. طيب السؤال اللي بعد كده هو بيقول دائرة تيار متردد تتكون من مصدر المصدر 200 فولت ومقاومة أومية وملف مقاومته الأومية 36 أوم ومفاعلته الحسية 90 أوم ومكثف مفعلته السعوية 30 أوم ومقاومة 144 على التوالي. يبقى أنا عندي دايرة فيها ملف وفيها مكثف وفيها مقاومة، والملف له مفاعلة وله مقاومة أومية. طيب هو عايز فرق الجهد على المكونات. قبل ما أحسب فرق الجهد أروح الأول أجيب الزد بتاعتي. طب الزد بتاعتي هنا هتساوي إيه؟ الزد بتاعتي هنا هتساوي الجذر التربيعي لآر الخارجية زائد آر الملف. آر الخارجية اللي في الدايرة ب44 وآر الملف ب36، يبقى 44 زائد 36 الكل تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي، يعني زائد 90 ناقص المفاعلة السعوية اللي هي 30. الكلام ده كله تحت الجذر الكل تربيع. طبعا الكلام ده كله تحت الجذر هحسب منه ايه؟ المعوقة. المعوقة هنا هتبقى ب100 اوم. طيب بعد ما جبت المعوقة اروح اجيب تيار الدايرة. تيار الدايرة بيساوي الفي على الزد. اهم حاجة تكون الفي افكتيف. طيب الفي اللي عندي في الدايرة هنا هو بيقول لي ان المصدر جهده بكام؟ ب200 فولت. يبقى انا هروح جايب ال200 واقسمها على الزد، يبقى 200 على 100 هتطلع بتساوي 2 امبير. بعد كده الراجل بيقول لي هات لي بقى فرق الجهد على كل مكون من مكونات الدايرة. فانا هاجي اجيب اول حاجة الفي اللي على المقاومة الخارجية فقط. طب انا عارف ان اي في هي عبارة عن اي في ار، يبقى في على المقاومة هتبقى 2 في المقاومة الخارجية 2 في 44، يبقى المقاومة الأمية فرق الجهد عليها هيكون 88 فولت. طيب فرق الجهد اللي على المكثف هيساوي اي في اكس سي، اي ب2 برضو، اكس سي عندي ب30، يبقى 2 في 30 ده يديني 60 فولت. طيب نيجي بقى لأهم حتة، فرق الجهد اللي على الملف. فرق الجهد اللي على الملف مش اي في اكس ال. ليه؟ لأن الملف هنا له مقاومة أومية، طالما الملف له مقاومة أومية يبقى الملف ده له لوحده معوقة. يبقى هنا هوت في ال هتساوي اي اللي هي 2 في زد للملف اللي هي هتبقى جذر ار تربيع زائد اكس ال تربيع. ار تربيع دي للملف اللي هي 36 تربيع زائد اكس ال الملف اللي هو 90 تربيع. يبقى فرق الجهد اللي على الملف دوت لما هحسبه هيطلع معايا 193 و86 من 100 فولت. المطلوب الأخير عايز القدرة المفقودة. طيب هنمسح الحتة دي كده اهوت عشان نحسب الباور المفقود. احنا عارفين دلوقتي ان الباور المفقودة أين تفقد القدرة؟ بالنسبة لي بتفقد القدرة في المقاومات الأومية فقط. طب أنا عندي كام مقاومة أومية في الدايرة؟ لأن أنا هفقد في الدايرة كلها، يبقى لازم أحسب هنا في الدايرة كلها. يبقى الباور هتساوي اي تربيع اللي هو 2 تربيع يعني ب4 في المقاومة الكلية اللي هي ار للدايرة كلها. أنا عندي التيار 2 تربيع يبقى ب4، المقاومة الكلية هجمع 44 مع 36 يطلع 80 في 4 يدينا 320 واط. يبقى بالنسبة لي الاختيار اللي هيحقق كل المطالب دهيت هو الاختيار رقم ألف. السؤال اللي بعد كده هو بيقول دائرة تتكون من مقاومة أومية 8 أوم تتصل على التوالي مع ملف حث عديم المقاومة، معامل حث الذاتي 1/10 هنري ومكثف سعة 12 مايكرو فاراد. ماشي، من سعة المكثف أكيد هحسب الإكس سي، ومن معامل الحث أكيد هحسب الإكس إل بالنسبة لي. طيب
لو بصينا وكملنا المسألة، معايا دينامو تيار متردد، القيمة الفعالة لجهده 220، تمام كل حاجة معايا، بس ما معيش التردد، بس أنا معايا عدد مرات الوصول للتيار للصفر. أنا عارف إن عدد مرات وصول التيار للصفر اللي هي 2 اف في تي، طبعا هنا بالنسبة لي الزمن يعتبر ثانية، بيساوي 101. ده عدد مرات الوصول التيار للقيمة العظمى. يبقى هنا اهوت أنا هعوض، هقول يبقى 2 اف الزمن بواحد، يبقى 2 آسف معلش، عدد مرات الوصول إلى الصفر 2 اف تي زائد واحد، 2 اف تي زائد واحد، ده عدد مرات الوصول للصفر، لأن هو بدءا من الوضع ايه؟ بدءا من الوضع العمودي، مش بدءا من الوضع الموازي. يبقى ده عدد مرات الوصول للتيار للقيمة صفر بدءا من الوضع العمودي، تبقى 2 اف تي زائد واحد. لكن لو كان من الموازي كانت هتبقى 2 اف تي بس، ده بيساوي 101. يبقى هنودي الواحد هناك ونطرحه من ال 101، يبقى ب 100. يبقى 2 اف هتساوي 100، لان احنا هنا هنعوض عن الزمن بثانية، لان هو قال لي في الثانية، ومن هنا هنطلع بالتردد بيساوي 50 هرتز. يبقى احنا كده اول حاجة جبنا التردد. طيب انا بقى عايز احسب الاكس سي وعايز احسب الاكس ال. سهلة جدا، الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال. انا معايا كل المعلومات، يبقى لو انا عايز اجيب الاكس ال هقول له 2 في باي في التردد اللي هو 50 مضروبة في ال اللي هي 1/10 هنري، يبقى هيطلع معايا الاكس ال 31.43 المطلوب اللي بعده أنا عايز قيمة التيار المعرف في الدائرة. مش هعرف أجيب التيار المعرف في الدائرة إلا لما أجيب الإكس سي. يبقى أنا هروح دلوقتي أجيب الإكس سي عشان أجيب بعد كده المعوقة بتاعة الدائرة، لأن أنا خد بالك الدائرة فيها مقاومة أمية وفيها مكثف. يبقى أول حاجة هروح أجيبها إكس سي. طب إكس سي بتساوي إيه؟ إكس سي بتساوي 1/2 باي إف سي، يبقى 1/2 باي التردد احنا حسبناه ب50، والسي فيها تحويلة بسيطة جدا لأن هو مديهاني بالمايكرو فاراد، يبقى هقول في 12 في 10 أس سالب 6، ومن هنا هحسب الإكس سي هتطلع ب265.4. طيب أنا دلوقتي معايا الإكس سي ومعايا الإكس إل ومعايا الآر، أقدر أجيب الزد بمنتهى البساطة. يبقى أنا هروح أجيب زد، فهقول زد بتساوي جذر ار تربيع، يعني جذر 8 تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي اللي هي زائد 31.4 ناقص اكس سي اللي هي 265.4 الكل تربيع. مش فارقة معايا مين الكبير ومين الصغير، لأن كده كده في تربيع على الإشارة كلها. فزد هنا هتطلع بتساوي معايا كام؟ هتطلع 234 أم. طيب أنا عايز أحسب قيمة التيار بقى. يبقى التيار بمنتهى البساطة بيساوي في على زد. يبقى أنا هقسم عشان أجيب التيار بالفي على الزد، الفي اللي أنا موصلها 220 فولت على الزد اللي هي 234، يطلع معايا تيار الدائرة 94 أمبير. بعد كده هو عايز زاوية الطور بين الجهد والتيار الكلي. طيب زاوية الطور بتساوي ايه؟ أنا عارف إن تان سيتا بتساوي اكس ال ناقص اكس سي على الار. يبقى تان سيتا هتساوي 31.4 اللي هي الاكس ال ناقص الاكس سي اللي هي 265.4. يبقى كده هوت لو واحد مركز هيقول الزاوية دي هتطلع بالسالب بالظبط كده هوت، يعني الدايرة دي ليها خصائص سعوية مش حسية، مقسومة على 8، واجيب شيفت تاني للأنسر بتاعي هتطلع الزاوية بتاعتي تقريبا -88.4.
من 100، يبقى سالب 88.4 من 100. ولو سأل عن خصائص الدايرة، فخصائص الدايرة هنا هي خصائص سعوية، لأن هنا هو السعة اكس سي أكبر، أو المفاعلة السعوية أكبر من المفاعلة الحسية. طيب المطلوب الأخير بيقول لي لكي تصل التيار إلى أقصى قيمة فعالة يجب تغيير. يعني إيه يصل التيار لأقصى قيمة فعالة؟ يعني معناها إن الإكس إل تبقى قد الإكس سي. طب أنا عندي الإكس إل بكام؟ أنا عندي الإكس إل طلعتها ب31.4. الكلام ده بيساوي الإكس سي اللي هي 1/2 باي في التردد اللي احنا حسبناه في الأول 50. والمطلوب إن أنا أحسب له ساعة المكثف بالآلة الحاسبة، وأحسب ساعة المكثف هيطلع الساعة 1.1 في 10⁻⁻4 فراد. بكده احنا خلصنا ال 74 سؤال. طبعا ال 74 سؤال من أهم وأقوى الأسئلة على الفصل الرابع. يا ريت نركز في كل الأفكار ديت، لأن الأفكار مهمة جدا. لما الفصل كله لو حضرتك قدرت تفهم وتستوعب الأفكار اللي احنا قلناها واشتغلت عليها، أو لو في فكرة أنت ما كنتش عارفها أما سمعتها في الشرح فهمتها، يبقى أنت كده تقريبا لميت الفصل الرابع بشكل كويس جدا. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية هتكون مع الفصل الثالث. برضو حابب أذكركم إن احنا لازم نحل امتحانات كتير، مش الفكرة ان انت تسمع فيديوهات الشرح. ولو انت بتسمعني ان هو برضو انا مش محتاجك انك تسمع كل الفيديو. بالنسبة لي ممكن تروح فقط للجزء اللي واقف معاك في البي دي اف اللي احنا منزلينه للمراجعة بتاعة الفصل الرابع. انت تحل الاسئلة واللي يقف معاك بس ممكن ترجع له الفيديو عشان ما تضيعش بالنسبة لك وقت. بالتوفيق ان شاء الله. شد حيلكم شباب، بفضل حبة صغيرين هانت يعني عفروا. ربنا يوفقكم إن شاء الله ويهون الفترة اللي جاية ويعديها على خير إن شاء الله.